لو لسه بتعمل سكرول داون يبقى الفيديو ده ليك. في حاجة اسمها subliminal messages. أي فيديو أنت بتشوفه بيكون متكون من مجموعة فريمز، 30 فريم، 60 فريم، ودي عدد اللقطات اللي بياخدها الفيديو في الثانية. دلوقتي تخيل واحد من الفريمات دي بس ممكن يتحط فيه صورة معينة انت أصلا مش هتلحق تشوفها، ولكن عقلك بيستقبلها في العقل اللاواعي كsubliminal stimuli، يعني معلومة بتدخل على المخ دايركت، تأثر على المخ وتوصل له معلومات انت مش حاسس بيها. في تجربة مشهورة كانوا بيعرضوا مجموعة صور لمدة حوالي 13 ملي ثانية. الصور دي موجودة جوه الفريمز بتاعت الفيديوهات. بدأوا بعد كده يسألوا الناس شوية أسئلة كده، لقيوا إن الناس بتميل لآراء معينة من غير ما يعرفوا ليه. فريم واحد بس من ضمن 30 فريم في الثانية أو 30 لقطة في الثانية كفاية إنه يأثر على مخك ويزرع فيه أفكار هي مش بتاعتك. ده بيشكل خطر أكبر على الأطفال اللي وعيهم لسه بيتكون. تخيل لو المحتوى ده اتكرر قدامهم أكتر من مرة من غير لا الأم ولا الأب يلاحظوا أي مشكلة في المحتوى اللي ابنهم بيشوفه. بس خليني أقولك على حاجة، إحنا كعاقلين مهما كانت السبليمينال مسجز دي متكررة ما تقدرش تخليك تعمل حاجة غصب عنك، فهي مش حجة أو شماعة تعلق عليها أخطائك. السؤال انت بتشوف ايه كل يوم ومخك بيتبرمج على ايه؟ متنساش تراجع نفسك وافكارك كل فترة علشان تعرف ايه اللي حقيقي نابع منك وايه اللي كان دخيل عليك.